السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي كوكين ويد حنان، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم رغيفات معسلين ومقرمشين، كيجوا روعه في المذاق وفي الشكل ديالهم، ساهلين وكيبقاو مده طويله مقرمشين، ويمكن لكم تحتفظوا بهم حتى الاسبوع او اكثر وكيبقاو محافظين على القرمشه ديالهم. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم لانهم فعلا كيستحقوا التجربه. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله، نبداو الوصفه. غادي نحتاجو في المكونات 500 غرام ديال الطحين اللي مغربل من قبل، 125 غرام ديال الزبده المذوبه، ربع ملعقه صغيره ملح، 4 غرام ديال خميرة الحلوى أولا نصف باكية، ملعقة فاني أولا باكية ديال الفاني، وغادي نحتاجو البيضة. غادي نحطهم في العجانة ونخلط هاد المكونات حتى كينسجموا مع بعض. ثم كنضيف نصف كاس ديال ماء الزهر، ومن بعد كنضيف الماء الكافي اللي غادي يجمع ليا هاد العجين. كنضيفوا الماء بشويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه رطبه ولينه. انا خدات مني نصف كاس ديال الماء. هذا هو قوام العجين كيف كتشوفوا، عجينه رطبه ولينه. كنشكلها بهذه الطريقه ونقطعها لربعه ديال القطع، ومن بعد كنشكلهم كويرات. ومن بعد ما كنشكلهم كويرات كنغطيهم وكنخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق. بعد ما ارتاحوا كناخذ كويره. غادي نحتاجو النشا باش كنورقوا هاد العجين. كنرش النشا وكنسرح الكويره بهذه الطريقه، كنسرحوها بالطول باش كيعطينا دوك الطبقات الكتيره اللي كيجوا طبقات مورقين. وحنا كنسرحوها مره مره كنرشوا بشويه ديال النشا. كنسرحوها رقيقه. بعد ما سرحتها كنرشها بالنشا وكنحيد داك الفائض ديال النشا وكنلويها بهذه الطريقه. وبنفس الطريقه حتى كنكمل باقي الكويرات اللي عندي. بعد ما كملت العجين كله غادي نقطعهم بحال كيف كتشوفوا. غادي نقطعهم مائلين بحال كيف كنقطعوا الفقاس. تقريبا كنعبر واحد الاصبع وكنقطع.
كيف كتشوفوا كيجيو فيهم طبقات كتيره. كنرش شويه ديال النشا وكناخذ هذوك القطع وكنسرحهم. كنسرح بهذه الطريقه، كناخذ المدلك وكنوضعه في الوسط وكنضغط به حتى كيخرجوا دوك الجوانب بحال كيف كتشوفوا. ومن بعد من الجهه الثانيه حتى هي نفس الطريقه، ومن بعد كنسرحهم شويه، ما كنرقوهمش بزاف بحال كيف كتشوفوا. وغادي نعاود واحده اخرى، دائما كنضغط من الوسط وكنخرج هذوك الجوانب، وكنعاود من الجهه الاخرى حتى هي نفس الطريقه، كنضغط وكنخرج الجوانب وكنسرحوهم شويه، ما كنرقوهمش بزاف. كنتمنى تكون الطريقه والفكره واضحه. بنفس الطريقه حتى كنكمل كل القطع اللي عندي. بعد ما كملتهم كاملين غادي نقليهم في الزيت اللي كتكون سخونه والنار كتكون متوسطه باش ما كيتحرقوش وكيطيبوا لينا وكياخذوا لينا واحد اللون ذهبي، وجميع الطبقات كيجوا مقرمشين. وحتى كيتقلاو من الجهه الاولى وكياخذوا داك اللون الذهبي، عاد كنقلبوهم للجهه الاخرى. ومن بعد ما تحمروا من الجهتين وخداو داك اللون الذهبي، كنحيدهم من الزيت وكنوضعهم فوق الورق باش كيشرب هذاك الفائض ديال الزيت. ومن بعد كنسقيهم بالعسل بهذه الطريقه، ما كنطفيهمش في العسل. بهذه الطريقه كيجي فيهم العسل مناسب وما كيجوش معسلين بزاف، وجميع الطبقات راه كيدخل ليهم العسل. كنسقيوهم من الجهه الاولى ونعاودوا نقلبوهم ونعاودوا نسقيوهم من الجهه الثانيه، والعسل يكون بارد. ومن بعد كنوضعهم انا في كسكاس اولا في شي صفايه باش كيقطروا هذاك الفائض ديال العسل. بنفس الطريقه حتى كنكمل كل الرغيفات اللي عندي. كيف كتشوفوا كيجوا مورقين وطبقات كتيره، وواخا غير سقيتهم بالعسل راه كيشربوا العسل وكيجي فيهم العسل حتى من الداخل. والتزيين كيبقى على حسب الرغبه، كتزينوهم باش ما بغيتو على حسب اللي عندكم. انا هنا زينتهم باللوز مقلي ومهرمش. يمكن لكم تزينوهم بكاوكاو اولا باللوز ايفيلي اولا بالجنجلان، كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب اللي متوفر. وهادو كيف كتشوفوا زينتهم بالجنجلان، كيجي حتى هما منظرهم روعه. وهاد المقادير اللي درت راه كتعطيني كميه كبيره، بحال كيف كتشوفوا هاد الطبسيل اللي قاديت، وباقي ليا كميه اخرى اللي تقاد ليا طبسيل اخر. وكيف كتشوفوا زدتهم واحد اللمسه رشه قليله ديال البيستاش والورد باش كيكسر هذاك اللون الذهبي ديال الرغيفات واللوز، وكيجي منظرهم روعه. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم لانهم فعلا كيجوا روعه وكيستحقوا التجربه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الاهل والاصدقاء. وشكرا على المتابعه، والى فيديو قادم بحول الله، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.